السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم اخواني اصدقائي الاعزاء؟ شوط اول ينتهي بين نادي الاهلي السعودي والشرق الاماراتي. اضغط لايك واشترك بالقناه ولا تبخل علينا باي حاجه صديقي. انا حاب اعرف ليش ما تدعمني، ليش ما تبغى تضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه؟ يعقل لانه انا اشجع الاهلي السعودي، انت ما تبغى تتفاعل وياي؟ إخواني إيش تخسر لو اشتركت بالقناة؟ طبعًا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين النادي الأهلي ونادي الشارقة. نعم إخواني أصدقائي الأعزاء، هذه المباراة الذي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، الأهلي على أرضه وبين جماهيره في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الذي يتسع ل63 ألف مشجع. المباراة منقولة عبر قنوات بين سبورت اتش دي 2. إخواني أصدقائي، المباراة لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي يبحث عن 3 نقاط، وخاصة مهمة صعبة بسبب إراحة أغلب اللاعبين الأساسيين، وعلى ما تم تداوله من أجل مباراة الكأس المقبلة وأهميتها. أخواني أصدقائي الأعزاء، نتكلم ونتحدث عن مباراة كان الأهلي مستحوذ فيها. كان التسديدات قريبة بين الفريقين، لكن نبغى انه في الشوط الثاني يكون في تبديلات، ادخال بعض اللاعبين الاساسيين، تحريك اجواء المباراه. لا نريد ان ندخل في سيناريوهات المفاجات والهزائم والخسائر اللي تكون قاسيه على اللاعبين ومعنوياتهم. نريد ان نسير بخطه ثابته ان شاء الله، خطوه تلو الخطوه، ومن نجاح الى نجاح، من اجل تعويض خيبات الامل الماضيه. وكلنا ثقه بالمدرب الالماني ماتيس ياسيلا وبزملاء الجزائر رياض محرز. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناه صديقي، ولكم منا كل المحبه والاحترام والتقدير، وشكرا لكم.